أنا وسام حداد، صحافي رياضي لبناني. ابن لعبة ما بتنقاس بس بالنتيجة، بتنقاس بالإحساس، بالعدالة، وباللحظة اللي الحكم فيها بيقرر يكون جزء من المباراة أو يكون سبب بتشويها. واللي صار بمباراة المغرب وتنزانيا بكاس أفريقيا 2025 ما بقى حادثة عابلة ولا لقطة جدلية بتنحط بخانة اختلاف تقدير. اللي صار هو جرح جديد بثقة كرة القدم الإفريقية، جرح عم يكبر بطولة بعد بطولة، ومع كل نسخة عم يزيد عمقه بدل ما يلتئم. الدقيقة 94 تنزانيا خاسرة بهدف نظيف، كرة داخل منطقة الجزاء، احتكاك واضح، لاعب بيسقط، وكل عناصر ركلة الجزاء موجودة، مش بس بنظر الجمهور بل بنظر محللين ولاعبين سابقين وحتى ناس ما عندها أي مصلحة لا مع تنزانيا ولا ضد المغرب. الحكم قرر يكمل اللعب والفار بقي صامت، لا استدعاء ولا مراجعة ولا حتى محاولة إنه الصورة تنشاف من زاوية تانية. الأخطر من هيك إنه الحكم بدل ما يتجه للشاشة راح باتجاه دكة احتياط تنزانيا وبلش يوزع إنذارات على الاحتجاج. وهون القصة بطلت كرة قدم وصارت استعراض سلطة، وكأنه الرسالة كانت واضحة: القرار نهائي والنقاش ممنوع. لو الحكم شاف اللقطة وقدرها مش ركلة جزاء بعد مراجعة كان الجدل أخف وكان في مجال نقول هيدا تقدير بشري. بس لما غرفة الفار كاملة بأكثر من حكم تقرر ما تتدخل بلقطة بهالحساسية، نحن ما عدنا قدام خطأ فردي، نحن قدام قرار جماعي. وهيدا اللي خلى الغضب يعم مش بس جمهور تنزانيا بل جمهور إفريقي واسع حاسس إنه القصة عم تتكرر. كتير ناس بلشت تحكي عن فساد ورشاوي ومسرحيات، وأنا كصحافي بفضل استخدم كلمة أخطر من هيك: فقدان الثقة. لأنه لما منتخب إفريقي صغير أو متوسط يفوت مباراة كبيرة وهو داخلياً مقتنع إنه باللحظة الحاسمة ممكن ينداس عليه، هيدا بيقتل روح المنافسة. اللاعب وقتها ما بيلعب ليكسب، بيلعب ليقلل الخسارة أو ليتفادى الظلم. وتنزانيا بهالمباراة لعبت بكل شجاعة، ركضت، صمدت، ووصلت للدقيقة 94، يعني عملت اللي عليها. الباقي كان لازم يكون بيد العدالة التحكيمية، ولما هالعدالة خذلتها الرسالة وصلت لكل منتخبات القارة من دون استثناء. تنظيم البطولة بالمغرب إنجاز لوجستي كبير ما حدا بينكره، بس بنفس الوقت هالتنظيم خلق ضغط هائل على الحكام: ملعب ممتلئ، جمهور صاحب الأرض، إعلام ضاغط، بطولة تحت الأضواء، والحكم بشر بالنهاية. هون دور الكاف كان يكون حائط صد، يحمي الحكم من الضغط ويحمي المباراة من الشبهة. اللي شفناه كان العكس تماما: صمت، تجاهل، ولا حتى بيان تفسير بسيط يشرح شو صار وليش ما تم الرجوع للفار. المغرب منتخب قوي وما بحاجة مساعدة، وهيدا شيء لازم ينقال بوضوح. بس بهيك لقطة الفوز بيترافق دايما مع علامة استفهام ومع كلمة بس صغيرة بتكبر مع الوقت. هالكلمة بتظلم حتى المغرب نفسه، لأنه بتحول أي إنجاز لاحق لنقاش تحكيمي، وبتخلي أي صافرة لمصلحته تحت المجهر، وكأنه المنتخب عم يدفع ثمن أخطاء غيره. المشكلة الأكبر إنه التحكيم صار هو نجم البطولة. لما بعد كل مباراة النقاش يكون عن الحكم مش عن الأداء ولا عن الخطط ولا عن اللاعبين، اعرف إنه البطولة تعبانة. التحكيم المفروض يكون صامت، وجوده يحس وما ينعرف، بس اليوم هو بطل العناوين، وهاي كارثة لأي مسابقة قارية. المطلوب مش إلغاء نتائج ولا محاكم شعبية، المطلوب أبسط وأعمق بنفس الوقت: تفسير رسمي واضح من لجنة التحكيم، نشر تسجيلات الفار، محاسبة شفافة إذا في خطأ، وحماية حقيقية للمنتخبات الصغيرة من الإحساس المزمن إنه حظها دايما ضدها. غير هيك أي مباراة جاية رح تكون ملهومة، وأي صافرة رح تكون متهمة قبل ما تنضرب. القصة مش ضد المغرب ولا مع تنزانيا ولا مع أي منتخب، القصة مع العدالة. كرة القدم الإفريقية مليانة مواهب، مليانة شغف، ومليانة قصص حلوة تستاهل تنحكى، وحرام تضيع كلها على لقطة وعلى عناد حكم وعلى صمت اتحاد. إذا العدالة ما كانت موجودة بالدقيقة 94، مين بيضمن تكون موجودة بالدقيقة 120 أو بالمباراة الجاية أو حتى بالنهائي؟ وهيدا السؤال الحقيقي اللي لازم الكاف تجاوب عليه مش الجمهور.